اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى اخوات ومتابعين في الدنيا كلها. يا صباح الموز ويا صباح الحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها. زي ما انتوا شايفين بقى عاملين ايه، عاملين موزه ضاني وعاملين معاها حبه رز ابيض كده، ايه بسمتي كذاب، رز مصري بس عاملينه شكل بسمتي. طبعا البسمتي دلوقتي وصل ب60 جنيه، مين اللي يجيب رز ب60 جنيه؟ كفايه علينا الرز المصري ب25 وب20، ده عسل قوي. بس يا حبايب قلبي هنقول بقى هنا بسم الله. هنا الإضاءة كانت غمقت مني وانا ما اخدتش بالي، لان النور كله كان ضارب في وشي. انا مش عارفة ازاي بيجي عند الكاميرا يعني الإضاءة بتوطى قوي كده. يلا هنقول الحمد لله ومش هنعكر بقى مزاجنا ونضايق نفسنا، ونتكلم بقى ايه مع اخواتي وحبايبي. طبعا انا لما بكلمكم كده ايه، بحس ان قلبي كده ايه بيتنطط من الفرحة. بكلم بقى اخواتي وحبايبي، فمش هنزعل نفسينا بقى ايه، وانتوا استحملوني بأم الكاميرا اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. بس هنا جبنا الموزتين زي ما انتوا شايفين، هنحط لهم بقى حبة توابل وحبة فلفل اسمر ندلعهم، وتمسكيهم بقى ايه تدعكيهم دعكة كده، اكنك كنت بتغسلي حاجة على ايديكي يعني. بس كده. هتقولي لي هم صغيرين كده ليه؟ هقول لك معلش، الحمد لله بارك الله ايه ما في الرزق. فمنحدش ايه اتريق عليا كده ويقول لي انتي بتقولي موزتين وهم صغننين كده خالص. لا الحمد لله نعمة وفضل. انا ما اشتريتهمش ولا حاجه، دول كانوا عندي في الفريزر. زي ما قلت لكم انا بحب ايه لو بشتري مثلا فخده ضاني ولا حاجه. ده كان بقى دلوقتي الحاجه غاليه جدا جدا، وربنا وحده ايه اللي يعلم بالناس. بس زي ما قلت لكم هنا للاسف جدا لو. لا يا جماعه خليكم معايا. بس يا حبايب قلبي معلش، ابني كان بيرن الجرس بس كان بره. كنت هزعل جامد جدا لو كنت معرفتش اجيب يعني الحلة وهو انا بعمل كده، وانا بشوح يعني اللحمة. كنت هزعل جامد جدا، بس الحمد لله لقيت صرفة اللي هو بتاع تغيير الصور كده تقريب او البعد او القرب يعني. هنا زي ما انتوا شفتوا حطيت معلقة سمنة او معلقة دهن اللي انت عايزاه تحطيه. واول ايه اديتها صدمة كده، اتشوحت على الوشين، ورحت ايه نازلة بيها بالمية المغلية. وايه هتحبشيها بقى تحبيش الشوربه بتاعتك طبعا، عشان ايه اللحمه هتشرب من الشوربه دي طبعا. مش معنى ان انت مش هتحتاجي الشوربه او ايا كان، لا طبعا لازم تحققيها كويس جدا. هنا زي ما انتوا شايفين حطينا الورق اللوي والحبهان والقرفه الخشب. كل حاجه هتحطيها عادي جدا، قرن فلفل طماطمايه. كان ناقص بصلايه بس ما حطيتهاش. والوحيده اليتيمه اللي كانت عندي الطماطمايه اللي انتوا شايفينها دي، حتى لقيت فيها حته من الجنب مش عاجباني رحت رميها. بس وهنا ايه نسيبها بقى براحتها خالص تاخد سواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشباك اتقفل لوحده من الهوا. بس يا حبايب قلبي، وهنا بقى نخرط الملوخية. كنت غسلاها اول حاجة بدأت فيها الملوخية، غسلتها وصفتها سبتها تتصفى براحتها بقى. على بال ما عملت اللهم صل على سيدنا محمد اللحمة، كانت هي الصفة براحتها. وهنا بقى بنعين الريم. الجو بدأ يبقى فيه نسبة سقعة كده، خلاص بقى داخلين على الشتا طبعا. كنت بحب افتح الشبابيك كده واحنا نايمين. قمت قفلتها بالليل لقيت الجو تلج في الشقة فقمت قفلتها. بس الحمد لله على كل حال. وكده بقى بنعين الريم زي ما انتوا شايفين طبعا. نعين الريم كله ما نخليش اي حاجة، بس عشان بيبقى وحش جدا. الكيس بقى ده كيس الفراخ، كيس شوربة فراخ يعني. انا كنت شايله الطبخة اللي قبلها كان فايض ايه يعني حبة شوربة حلوين. قلت والله حرام ان انا ارميهم اشيلهم. قالك ايه على رأي المثل، على رأي المثل ده بتاع امي. المثل يقولك ايه، قال يا مستكتر الزمن اكتر. دي حقيقة فعلا. بص شوية الشوربة لو كنت رميتهم كنت اعمل ايه دلوقتي؟ الملوخية انا بقى كنت اضطر استنى اللحمة لما تستوي. بس الحمد لله على كل حال زي ما انتوا شايفين نفعت معانا طبعا. والله الشوربة كانت طعمها جميل جدا جدا، ما غيرتش ثانية حتى. بس قلت خلي بقى اللحمة تستوي براحتها وياخد الشوربة بتاعت اللحمة للرز، ونعمل بتاعة الفراخ ديت الملوخية. بس كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، اي حاجة تبقى عندك، اي حاجة اكل شوربة اي حاجة تشيلها في كيس وفي الفريزر وارمي على طول. تيجي في اي وقت زي كده تحتاجها من غير كلام. هنا برضو الكاميرا مش واضحة قوي، انا بحط معلقة ليا. دي ليا يا حبايب قلبي، ده كنت مسيحاها. والله كنت هصورها لكم بس سبحان الله ربنا ما اذنش. كنت تعبانة جدا في اليوم ده وكنت خلقية جدا، يعني كان خلقي ضيق، فما حبيتش بقى ان انا اطلع لكم بالمود ده. ورحت ايه عاملاه من غير تصوير.
سيحتها وكبيت عليها ازازة زيت، وهي بتتسيح تعملي كده. بس يا حبايب قلبي كده زي ما انتوا شايفين. وهنعمل بقى ايه صراحة هنا كنا مستعجلين قوي، فعملت ايه، حطيت الشوربة على عين، قلت على بال ما تغلي سقط فيها الملوخية على طول، ولان التانية كنت عملت فيها التومة. بس يا حبايب قلبي كانت بقى ايه، بنتي جاية من الدرس الصراحة كانت وقعانة من الجوع. انا في اليوم ده بدأت متأخر شوية طبعا، كنت زعلانة جامد جدا، لان انا كنت قلت ايه قبلها ان انا هخلص الاكل، يعني هعمله بدري وهخلصه وهم يجوا على ميعاد الغدا على طول. للاسف انا بدأت متأخر، وبنتي جت قلت لها بقول لك ايه، انا هعمل بسرعة شوية ملوخية، تقعدي كده معلش تغمزيهم كده برغيف عيش ولا حاجة على بال ما بقيت اخلص الاكل. ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم من كل شر. قالت لي خلاص يا ماما مفيش مشكلة. بصوا هنا برضو كنت لسه تعبانه، يعني بصوا هنا لدرجه ان انا مش مستوعبه ان الشوربه كتير او قليله، بس هي جت مظبوطه بالظبط. بس انا ايه حبيت عينت كبشتين، قلت ايه لا تكون يعني ايه الشوربه تقيله كتير على الملوخيه. وبرضو مش رميتهم، انا ركنتهم هنا على الرخام اهو، البخار حتى بتاعهم بيطلع. لقيت الملوخيه تقيله، قلت لا يبقى هو بالظبط بفضل الله طلع ايه المعيار بتاع الملوخيه بتاع الشوربه تمام قوي. وزي ما قلت لكم خليتها على العين التانية بتغلي، ورحت عامله التوم على العين الايه اللي جنبها. كل ده احنا بنعمل كده، واللي شغال العين زي ما هي شغاله على اللحمه زي ما هي. بس يا حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين بقى. وبعد ما خلصت اديتها بقى ايه اكلت براحتها، وكنت خلصت الاكل ما كملتش حاجه بفضل الله، هي يا دوبك اثناء ما اللحمه دخلت على سوا عملت شويه الرز بس كده. وادي الملوخيه اتعملت هي كمان معانا اهي. هي التومه ما اتحرقتش ولا حاجه، لان التومه لو اتحرقت ترميها من غير كلام. اوعي تفكري ان انتي تكملي اكلك بالتومه، يعني البصله لو اتحرقت سنه بسيطه ماشي مش مشكله ينفع تكملي بيها الاكل مع انها بتغمق الصلصه. بس الملوخيه او التومه عموما لاي اكل مش الملوخيه بس. انصح البنات الصغننين اخواتي وحبايبي، اوعي تفكري تعملي التومه لو اتحرقت منك سنه بسيطه، خلاص هتمرر الاكل وهتبوظه، ترميها من غير كلام. طبعا بالنسبه للامهات واخواتي الكبار دول على راسي من فوق، بيعملوا احسن وافضل مننا بكثير طبعا. بتكلم على الصغننين لو مش فاهمين برضو لسه ايه يعني مستجدين في المطبخ. هنا بقى جبت ايه، جبت معلقه سمنه، اللي انا حطاها دي معلقه دهن مش سمنه، بس انتي ما عندكيش دهن حطي سمنه عادي مفيش مشكله. عندك دهن وحبه زيت مفيش مشكله. بصوا هنا انا جبت ايه، جبت الزعفران بس الاحمر. فبعد ما فتحته لقيت حته صغيره خالص فيه، قلت له انا كده كده مش عايزاك، ده انا كنت هغلط غلطه عمري كان هيبقى رز احمر وانتوا تضحكوا عليا بقى. بس الزعفران ده انا كنت جايباه من مطروح، من مرسى مطروح، وندمت ندم عمري اني انا ما جبتش تاني منه. يعني بجد انا ندمت ندم عمري ان انا ما جبتش منه. ما شاء الله حبه صغننين جدا خلوا الرز اصفر جدا. يعني انا كنت ممكن احط معلقتين كاري ومعلقتين كركم عشان اوصل لنفس اللون ده. بجد ما شاء الله خلاه اصفر وجميل جدا جدا، وريحته حلوه قوي. فانا ندمت ان انا ما جبتش منه تاني. اتمنى يا رب يكون في منه هنا نفس النوع الاصلي ده، لان برضو هنا مش عارفه الاقيه اصلي ولا لا. بس زي ما انتوا شايفين بقى كده ومخليه اصفر جدا ما شاء الله. والكاميرا كمان والله العظيم ظلماه بأم الاضاءه اللي ما يعلم بها الا ربنا دي. بس كده يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين. هحط بقى ايه كام واحده حبه هنا كده، يعني ايه نطعم الرز شويه. هتقولي الشوربه فيها، اقولك مش مشكله، ده حاجه وده حاجه. وكام واحده ورق لوري وحته قرفه خشب، ونمسكه بقى ايه نشمعه كله في بعضيه. المفروض كنت انا حطيت الورق اللوري والحبهان والقرفه في السمنه في الاول، بس معلش زي ما قلت لكم كنت تعبانه فايه ما تدقوش عليا. الحمد لله على كل حاجه، نعمه وفضل من عند ربنا. تمسكيه بقى تشوحيه تشويحه تمام، اهم حاجه عشان كل ما الرز يتشمع كل ما يبقى احسن يديكي نتيجه افضل. هنا ايه رحنا بقى نزلنا بشويه الشوربه اللي فاضلين معانا، طبعا مش هنصفيها ولا حاجه لان احنا حاطين كده كده حبهان ورق لوري. كان فايت حبه شوربه صغيرين، قلت لهم اخليكم اعمل بيكم ايه تعالوا انتوا كمان. ودي الطماطميه رميتها لان ملهاش لازمه، لو اتعصرت اكتر من كده في الاكل هتبوخه.
هنا بقى المشكلة ان انا حطيت الشوربة وانا ما كنتش حطيت الملح في الشوربة اصلا، فحطيت كده على اللحمة من فوق الوش حبة ملح عشان تبقى حقيقة وحلوة. بس وكده خلصنا الرز اهو، زي ما انتوا شايفين هيطلع رز مفلفل زي العسل يستاهل بقكم. ادي كده الحمد لله خلصنا الملوخية وخلصنا الرز، واللحمة سبتها تتشوح تاخد بقى وش ايه احمر كده زي ما كانت داخلة في الاول. وخلصنا الاكل والحمد لله، والاضاءة رجعت تغمق تاني، وهي ليلة ما تعلم بيها غير ربنا، عفوا ما يعلم بيها الا ربنا. مش عارفة التليفون عايز مننا ايه النهاردة، لا مجمعة في التصوير ولا مجمعة في المونتاج. بس بنغرف الرز بقى كده ثانية، هحاول اقرب لكم الاضاءة الصورة شوية. بس يا حبايب قلبي الحمد لله ان انا لقيت حاجة كده ربنا بعتها لي بفضل الله، حاجة كده اسمها حجم الصورة. اللهم لك الحمد، لو مش كده كانت الدنيا ضاعت وكان الفيديو باظ وكنت قعدت عيطت عليه. بس الحمد لله يا حبايبي دوست عليه كده بيعدل لي الصورة شوية بفضل الله. بس هنا زي ما انتوا شايفين ايه يا حبيبي، حبيب قلب امه نايم على رجلي بيفكر يصحى. بس هنا بقى طلعنا الموزه زي ما انتوا شايفين، الموزه الجامده دي تستاهل بقكم بجد. بصوا انا محتاره احطك كده ولا احطك كده، ارفعك كده ولا اعدلك كده، عماله ايه اعمل لها حركات. الاكله دي كانت عايزه حبه زبيب بس للاسف ما كانش عندي. بس الحمد لله على كل حال، قلنا ايه الموجود يسد. ادي الموزتين زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، ودي احلى ملوخيه عشان انتوا طبعا بتتفرجوا عليها وبتشوفوها. واكله كده جميله جميله ما شاء الله، سريعه انجزت معانا بفضل الله، ما اخدتش وقت معانا خالص. يا سلام يا سيدي يا سيدي، ايه الدلع والجمال ده. ما تنسوش بقى بالله عليكم لايك وشير، فضل الله ليس امرا، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا. وانتوا بقى تقولي رايكم ايه، هل استاهل اللايك الحلو بتاعكم وكلمه حلوه تكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، ولا ما استاهلهاش؟ لو انتوا شايفين ان انا استاهلها يبقى تقولوها وتكتبوها، شايفين ما استاهلش يبقى بناقص منها. بص الرز مفلفل وعامل ازاي، مش معجن، مش لا قدر الله ملتهوب، مفيش اي حاجه. وادي هنا بصوا اللحمه طيبه ومستويه مفيش اي كلام، شغل فخر من الاخر بجد. لو استاهل قولي تسلم ايديكي يا مسلم، واكبروا بخاطري ربنا يكبر بخاطركم. متنسوش اللايك والشير فضل الله ليس امرا. انتظروني بمشيئة الرحمن في فيديو جديد، مع الف سلامه. يلا يا حبايب قلبي اشوفكم على خير ان شاء الله.